أصبحنا على خبر مهم جدا بالنسبة للمواطن الجزائري. الأمم المتحدة تندد بتدخل القوات المغربية على الحدود المغربية للصحراء الغربية بين الحدود المغربية الموريتانية، ووزارة الخارجية الجزائرية تندد بهذا العنف وتندد بهذا الرفض الصارخ لاحترام قوانين الأممية من طرف العدو المغرب. والرئيس تاع البوليزاريو صرح بأن هنالك انتهاكات ضد الإنسانية على يد الجيش المغربي. قولوا لي بربكم خاوتي، في هذه القضية تاع الصحراء الغربية الجزائر والمغرب، ماذا استفاد الشعب الجزائري؟ قولوا لي بربكم خاوتي، في هذه القضية تاع الصحراء الغربية الجزائر والمغرب، ماذا استفاد الشعب الجزائري؟ الفايوات تاع البوليزاريو اللي يجوا يسكروا بسواردنا في الشاليات في شيراتون وفي كلوب دي بينس بسواردنا، دارتهم الكاسكيطة عنوة باش يبقاو كالمسمار في القسعة ضد المغرب فقط. هل فهمتوا القضية تاع الصحراء الغربية؟ أنا ما فهمتهاش، عندي 50 سنة وأنا نسمع بها جامي فهمتها. أخي الجزائر تؤمن بالأمم المتحدة وبإرادتها، وهنالك دول عندها الفيتو. خلي جد الأمم المتحدة هي اللي تلقي له بروبليم. وعلاه أنا تسكر لي الحدود، ما نروحش نشوف خاوتي المغاربة وحنا ما نروحوش نتفسحوا ونعوموا في المغرب؟ واي وعلاه؟ هذا المشكل لا يهمنا. إذا كنتم تتحدثون عن الحركات التحررية كما فلسطين والصحراء الغربية، واش دخل جد بابنا حنايا؟ وعلاه؟ هذا المشكل لا يهمنا. إذا كنتم تتحدثون عن الحركات التحررية كما فلسطين والصحراء الغربية، واش دخل جد بابنا حنايا؟ Pourquoi vous nous prenez en otage? Pourquoi vous prenez 3 peuples en otage parce que تكرهوا بعضكم؟ كلما تحدثت مع مسؤول جزائري يحكي لي عن المغرب وكأن المغرب قتلوا بوي وامه. وطلعتنا الصحف الوطنية المنبطحة بأن هنالك عدوان رهيب على سكان البوليزاريو. جات لا تلفزيون اللي رانا نسلكوا فيها بصواردنا كل يوم، وتجيب تصاور تاع البوليزاريو كمشى من الناس يعيطوا هم قتلونا هم قتلونا. بعدنا وشنو هي قضية حدود؟ والأمم المتحدة والمحكمة المتخذة. ما يحدث بينكم وبين المغرب وبين البوليزاريو لا يهمنا. ما يحدث بينكم وبين المغرب وبين البوليزاريو لا يهمنا. الشعب الجزائري والمغربي خاوة، والله ما تفرقوا بيناتنا بالفتنة تاعكم اليومية يا مجرمين. عار عليكم، ما تحشموش. لكي باش تلهيو الناس على الكورونا اللي ما قدرتوش تجيروها، وباش تلهيو الناس على الحراك، وباش تلهيو الناس باللي الرئيس تاعهم راهو مقعد مبعد في مستشفى ألماني، خرجتوا له فزاعات جديدة. هاو البوليزاريو، هاو فلسطين، هاو الإمارات، هاو ترامب، كل هذه الأمور فقنا لكم بها طار الحمام يا مجرمين. والرئيس الجزائري المريض الذي هز بقطاجه وراح لألمانيا، ويجوا حنا حوسوا زطلونا بالبوليزاريو. عندما تنظر إلى ليزيماج تاع البوليزاريو تلقى بلي هنالك عندهم جيش وعندهم دبابات والكابوس ديال الريح. قلت وش هذا العسكر تاع الجزائر لابسين كيما حنا وهزين سلاح كيما حنا؟ وعلاه؟
باسكو لي جينيرو تاعنا يمدوا لهم السلاح تاعنا ويمدوا لهم الباس تاعنا ويبدلوا لهم الرونجارز تاعنا. وعلاه؟ باسكو مش فاهمين مع المغرب. خي انت تؤمن بالقضايا الدوليه وتؤمن باللي هنالك الاتحاد الاوروبي والامم المتحده وان هنالك عداله دوليه ولاهاي. واش دخل جد باباك في هذه القضيه بين البوليزاريو والمغرب؟ واش دخلنا حنايا؟ لماذا حنايا دخلنا في القضيه وتمنعنا من السفر الى المغرب وتمنع الشعب المغربي من زياره الجزائر؟ يا مجرم. كلما تحدثت إلى مسؤول كما قلت لكم إلا وأحسست بأنه يبغض المغرب لأقصى حد. علموهم عندما يوليوا دي كوميد ليطا خدم عند هذا النظام أنه أول حاجة لازم تكره المغرب. عندما تنظر إلى ليزيماج تاع البوليزاريو تلقى بلي هنالك عندهم جيش وعندهم دبابات والكابوس ديال الريح. قلت وش هذا العسكر تاع الجزائر لابسين كيما احنا وهزين سلاح كيما احنا. وعلاه؟ باسكو لي جينيرو تاعنا يمدوا لهم السلاح تاعنا ويمدوا لهم الباس تاعنا ويبدلوا لهم الرونجارز تاعنا. وعلاه؟ باسكو مش فاهمين مع المغرب. خي انت تؤمن بالقضايا الدوليه وتؤمن باللي هنالك الاتحاد الاوروبي والامم المتحده وان هنالك عداله دوليه ولاهاي. واش دخل جد باباك في هذه القضيه بين البوليزاريو والمغرب؟ واش دخلنا حنايا؟ لماذا حنايا دخلنا في القضيه وتمنعنا من السفر الى المغرب وتمنع الشعب المغربي من زياره الجزائر؟ يا مجرم. كلما تحدثت إلى مسؤول كما قلت لكم إلا وأحسست بأنه يبغض المغرب لأقصى حد. علموهم عندما يوليوا دي كوميد ليطا خدم عند هذا النظام أنه أول حاجة لازم تكره المغرب. وعندما ننظر إلى تاريخ هذه المنظومة الفاسدة نرى بأن المغرب فتح لهم الأبواب وخلى بوتفليقة عندها حمام، وفي ذلك الحمام تربى بوتفليقة مع النساء ولا يهدر غير مع النساء ويخدم غير النساء ويذلل في الرجالة. ونعلم باللي أن زقار رحمة الله عليه فتح أول مصنع للذخيرة الجزائرية للثورة الجزائرية في وجدة وفي طنجة في المغرب. ونعلم كذلك بأن المغرب أعطى الإمكانيات السياسية والدبلوماسية والمعنوية والمادية للثوار الجزائريين، بل أكثر من ذلك. نهار بوتفليقة راح باش يشوف بوضياف وبنبلة ويشوف كل المسجونين في السجن فرنسا، راح بباسبور مغربي في المغرب. ونعلم كذلك بأن المغرب أعطى الإمكانيات السياسية والدبلوماسية والمعنوية والمادية للثوار الجزائريين، بل أكثر من ذلك. نهار بوتفليقة راح باش يشوف بوضياف وبنبلة ويشوف كل المسجونين في السجن فرنسا، راح بباسبور مغربي. Donc le Maroc prenait un risque diplomatique vis-à-vis de la France. نحن شعب نشتاق إلى الحرية ونشتاق إلى السلم. ما عندناش شرعية تاريخية، ما هزيناش الرشاشات، ما هزيناش البشطولة، ما هزيناش الكلاشنيكوف، ولا نريد أن نهزها. لم نرمي رصاصة واحدة على إنسان، ولا نريد أن نرمي الرصاصات على الإنسان، لكنكم تريدون منا أن نعيش مثلكم قتيلة وقتيلة وقتيلة. لماذا؟ لأنكم لا تؤمنون بالحياة، لا تؤمنون بالحرية، ولا تؤمنون بالإنسان. لا جينيراسيون تاع ذوكا مي جينيراسيون تاعكم. أنتم تكرهون الجيران، نحن نحب جيراننا ونحن نريد أن نعيش معهم في أمن وأمان. نريد أن يكون هنالك تبادل تجاري وتبادل ثقافي وتبادل أدبي وتبادل سياحي وتبادل زواجي وتبادل في كل ميادين الحياة. لماذا؟ لأننا شعب واحد. لكنكم
أجرمتم في حق الجزائريين وأجرمتم في حق الجيران، فعشتم حياة بائسة. لعلكم من بين الأنظمة القليلة التي يبغضها شعبها. شعوب العالم كافة تكره قرارات السلطة، نحن نكره قراراتكم ونكره ألسنتكم التي تقر بهذه القرارات، ونكره قرارات أنفسكم، ونكره شخصكم الواحد تلو الآخر. دوك ما تجيبولناش الفايوات تاع البوليزاريو وتنعتوهم انكم ابطال وكم مظلومين.